أصل جمل متداولة. أنا ندى وده ندى توكس. يلا نبدأ حكايتنا. المتعوس متعوس ولو علقوا على دماغه فانوس. يقال إن كان في أخين مرتبطين ببعض جدا، والاتنين كانوا بيشتغلوا في التجارة، بس واحد ميسور الحال والتاني حظه مش أحسن حاجة، بس كان معروف عنه إن عنده كبرياء وعزة نفس، وفي يوم من الأيام خسر كل فلوسه في التجارة. أخوه حب إن هو يساعده، بس عشان ما يجرحش كرامته قرر إنه يساعده بطريقة غير مباشرة، فعزمه عنده في بيته وجاب كيس كبير من النقود وحطه في الطريق المؤدي لبيته، بس علشان أخوه يشوفه حطه فين، حطه تحت فانوس منور واستناه. ولما أخوه جه دخل عليه حس إن هو مفيش أي حاجة متغيرة، مش فرحان، ما قالوش على حاجة، فسأله قال له هو أنت ما لقيتش حاجة في الطريق وأنت جاي؟ قال له لا. حاجة زي إيه؟ قال له ما قابلتش حاجة في الأرض. قال له لا، أصل أنا كنت مراهن نفسي إني أوصل لك وأنا مغمض عيني. فأخوه اتصدم وقال له المتعوس متعوس ولو علقوا على دماغه فانوس. ايه ده؟ البنت دي شبهك جدا، سبحان الله يخلق مش شبه 40. ندور احنا بقى في الكرة الأرضية على بقية ال40. اسمح لي أصدمك وأقول لك ال40 هي كلمة فارسية ومعناها الكثير، يعني يخلق من هذا الشبه الكثير من الناس. اتصدمت صح؟ وأنا كمان والله. يا عم في ايه ده؟ احنا دافنينه سوا. دافنين مين؟ يقال ان كان في 2 اصحاب بيشتغلوا في السوق. بيعملوا ايه؟ كانوا بيبيعوا زيت للناس، والزيت اللي بيبيعوه ده كان هو السبب في رزقهم ودخلهم. الزيت ده كانوا بيبيعوه ازاي؟ بيحطوه على حمار، بيحطوا القوالب على حمار ويلفوا في السوق يبيعوها. وفي يوم من الايام الحمار مات، ولما الحمار مات هما الاتنين اتخضوا وقعدوا يعيطوا، هنعمل ايه دلوقتي؟ ده مصدر رزقنا من الزيت، هنبيعه ازاي للناس؟ بس واحد فيهم فكر وقال ايه؟ احنا ندفن الحمار ده هنا ونبني فوقيه مقام، ونقول للناس ان في ولي من اولياء الله الصالحين مدفون تحتيه، وساعتها هتبدأ الناس تيجي عشان تاخد بركة الامام ده وتقدم القرابين، وناخد احنا القرابين. الفكرة عجبت صاحبه جدا، وبالفعل دفنوا الحمار وطلعوا بالمقام، وفعلا الناس بدأت تيجي علشان تاخد بركة الراجل اللي مدفون هنا، وبدأوا يقدموا القرابين ويجيبوا ايه طلبات ويجيبوا هدايا ويجيبوا حاجات. وفي يوم من الايام الاتنين الاصحاب صحيوا من النوم ما لقوش القرابين، ولا لقوا اي حاجة من الهدايا والطعام والقرابين اللي بتقدم لصاحب المقام. واحد فيهم اتجنن وقال لصاحبه التاني انت السبب، انت اكيد اللي سرقت الحاجة، انا شاكك فيك، والله لا ادعي عليك صاحب المقام ده ان انت تروح في داهية. فصاحبه ضحك قوي وقال له تدعي عليا مين وتقول ايه؟ ده احنا دافنينه سوا. في ناس بقى بتقول ان الحكاية دي اللي احنا دافنينه سوا وكمان لتحت القبة شيخ. جحا اولى بلحم توره. بيقولك بقى من نوادر عمنا جحا، في مرة قرر ان هو يعزم كل الجيران والاصحاب على لحم توره، فعزم الناس والاصحاب والجيران، وبالفعل كل الناس جت، بس طلب منهم طلب غريب جدا، قال لهم لازم تقعدوا في صفوف منتظمة، وبدأ يلف عليهم يقول لهم ايه؟ الشيوخ ما تقدرش تاكل من اللحم ده عشان مش هتعرف تهضمه، ولو في اي حد مريض ما ينفعش برضو ياكل من اللحم ده عشان هيمرض اكتر، والسمين ما يقدرش ياكل من اللحم لانه مش محتاج له، والشباب يستنوا للاخر لما نطعم كل الفقراء وبعدين نبقى نشوفهم. وفجأة كده راح قال لهم خلاص كله يروح، جحا اولى بلحم توره. كده انا خلصت، اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير، باي باي.